الجماعة الترابية للداخلة، وهي التسميات الجديدة لما كان يعرف بالبلديات، أظهرت بصماتها من خلال ما تراها عيوننا في هذه المدينة الخلابة، مدينة تعيش على واقع حياة مدنية كاملة في باطنها ومظهرها. المدينة نظيفة وهادئة، وكل ما فيها يعبر عن وضع يتناقض تماما عما تروج له بروباغندا معادية للمغرب وأطروحته فيما يخص هذا النزاع. الناس يعيشون حياتهم بصفة عادية، ملامحهم توحي بالراحة والطمأنينة، الخوف لا أثر له في وجوههم، لا شيء يوحي بأن المدينة محتلة كما يدعي نظام الجزائر والبوليساريو. ولا يوجد ما يوحي بعسكرة المنطقة، لا حواجز عسكرية داخل المدينة، ولا متاريس رملية، ولا مظاهر أمنية توحي لأدنى حالات الطوارئ. التنمية في هذه المنطقة تطورت كثيرا وقفزت إلى أبعد ما يمكن تخيله مقارنة بما رأيت في 2010. فالمدينة أصبحت ورشات هائلة ومفتوحة، وما رأيته من قبل كمشاريع أو ما قيل لنا أنها نوايا مشاريع قد صارت حقيقة للعيان، وهو ما رأيناه من خلال هذه المشاريع التي تغرينا للبحث أكثر في أغوار مدينة يقال عنها الكثير. مدينة تدعي البوليساريو أنها محتلة، وأهلها يعانون من التهميش، وبناها التحتية مهترئة، وكل شيء فيها يعبر عن احتلال بغيض يعمل على تدميرها. هذه هي رواية البوليساريو لنزلاء مخيمات تندوف، وهي رواية نظام الجزائر للجزائريين أيضا، غير أن المشاهد التي تروي بنفسها عن نفسها تحكي شيئا آخر يختلف تماما عن ذلك الذي يقال هنا أو هناك. رحلة البحث عن البوليساريو متواصلة، فمن التقيناهم لم نجد عندهم شيئا، بل كل ما في الأمر أن الحكاية قصة قد خلت ولم تعد تعنيهم في شيء، ولم تعد تهمهم أصلا. على ضفاف المحيط الأطلسي وعبر طريق معبدة لا تختلف عن تلك الطرقات التي نراها في أوروبا، توجهنا نحو الميناء الذي زرته في 2010، ووجدت فيه حركية كبيرة وقفت عليها حين وتطورت الأمور أكثر. ربما نشد السفينة ونروح نحوس، لكن يبقى لي السؤال اللي ما لقيتلوش الجواب: أين البوليساريو؟ نعم، أين البوليساريو؟ لا جواب لحد الساعة. كل من نسألهم لم نجد عندهم الجواب، فالسؤال يتعلق بشيء مر من هنا ذات عام وانتهى، ولم يعد سوى ذلك الماضي الذي لا يعنيهم ولا يهمهم، وليست لديهم أدنى رغبة في إشغال أنفسهم به، فهمهم أن تصبح الداخلة قطبا سياحيا مغربيا يضاهي مدنا عالميا، وهو شغلهم الشاغل فقط، ودون ذلك يرونه مضيعا لوقتهم الثمين. التقينا ببعض العمال في الميناء ومن دون سابق موعد، وتحدثنا لهم وتجاوبوا معنا بكل عفوية. سألنا: نحوس على واحد الحاج، نحوس على البوليساريو
ما كانش هذا حتى اللي يسجل انا يعني فرقت من الحبس عليه عادي ما كانوش خلاص عادي صعيد. كان جواب هذا العامل البسيط واضحا وبريئا بعيدا عن حسابات من لديهم خلفيات معينة، فالرجل همه لقمة عيشه وعمله. أما حكاية البوليزاريو فلم يعد لها أي مكان لدى هؤلاء. الداخلة مدينة عرفت بسمكها، والميناء شكل محطة هامة للصيادين الذين تحدثوا لنا عن انشغالاتهم المختلفة، وحاولنا أن نبحث معهم عن المشاكل إن وجدت والتي يعانون منها في أداء مهامهم، غير أنهم أجمعوا جميعهم أن لا مشكل لديهم، فالسلطات تقدم لهم كل التسهيلات في عمليات الصيد التي جعلت سمك الداخلة ينال شهرة واسعة. إنتاج كبير من السمك، حيث سجل في 2019 نحو 605 ألف طن، وفي 2018 سجل 587 ألف طن في ميناء صيد يتوفر على منشآت لولوجه تصل إلى 1500 متر، وعدد العاملين في القطاع يبلغ 40 ألف عامل. أما عدد سفن الأسطول الساحلي فيبلغ 183 وحدة، معظمها مكون من وحدات لصيد السردين وأنواع أخرى، كما يبلغ عدد سفن أسطول الصيد في أعالي البحار 24 وحدة. أما أسطول الصيد التقليدي فيتكون من 3300 قوارب صغيرة، وأيضا يضم النسيج الصناعي لقطاع الصيد البحري بالداخلة 89 وحدة صناعية. معطيات كثيرة قدمها لنا المركز الجهوي للاستثمار في جهة الداخلة ووادي الذهب، ومن خلال كتاب أبيض يحتوي على الكثير من المعطيات المهمة عن الاستثمار القائم والمتسارع على قدم وساق في هذه المنطقة. كل الأمور كلها راهي متوفرة، يعني ما عندكمش نقائص، ما عندكمش بالنسبة لهاش لا يعني في لا الأمور الحمد لله كل شيء لا مزيان الحمد لله، الوضعية مزيانة مليحة، الأمور الإدارية كلها لا الأمور كل شيء الحمد لله ميسر الأمور، عكس كاين التعامل مع الإدارات داكشي ميسر الأمور الحمد لله. في إطار هادشي ديال الاستثمار وهادشي باش تسريع في هذا التسريع ديال المنتوج وهادشي كامل، يعني كيخليكم كيسهل معك العملية ديال المسطرة الإدارية وهادشي، حتى في يد العاملة الحمد لله يعني كلشي موجود. الانسان اللي عنده الكومبيتونس والناس تقرات والمدارس موجودين معاه وهادشي، يعني هما ساهموا فاش بان باش يكونوا الشباب باش يندمجوا في هذا القطاع. يعني الامور راهي ممتازه، هي الحمد لله ممتازه. طبعا لم نتوقف على رصد هذه المعطيات الاقتصاديه الهائله، بل سالناهم ايضا عن ما نحن بصدد البحث عنه. أين البوليزاريو؟ أنا نسقسيك، أنت منين أصلا؟ أنا صحراوي. صحراوي ما كاين صحراوي، كاين صحراوي مغربي. لأنه أنا عندي ثلاثة جماعة هنا. عندنا هنا في الجزائر يحكوا لنا بأنه هذه المنطقة نتاع البوليزاريو، جاي نحوس على البوليزاريو وما لقيتهمش. دابا أنت هذاك اللي كتحوس عليه ما كاينش ما كاينش. هذا مواطن عادي خاطيه السياسة يعمل في مجال الصيد، جاوب ما لقيتش عنده الجواب، والسؤال اللي يبقى مطروح أين البوليزاريو؟ هذا شاب من الشباب اللي يعملوا لهنا، راني تلاقيت معاه في رحلة بحثي أنا اللي أجري فيها منذ أمس، وأنا نحوس على شيء اسمه البوليزاريو وما لقيتهوش. ما كانش قال لي البوليزاريو ولا ما كانش، قال لي ما كانش.